ده في منح لكل دولة تقدم من الحكومة المصرية. بعد رئاسة الاتحاد الأفريقي المنح زادت لكل الدول الأفريقية، سواء منح بكالوريوس أو منح دراسة عليا أو الدكتوراه. ده شيء مهم جدا، وطبعا مساعدات سواء معنوية أو مادية. العلاقات بقت أقوى، مش بس كطلبة، طبعا كحكومات. ومن هنا بنشكر مصر ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي الشباب الأفريقي ورئيس الاتحاد الأفريقي لهذه الدورة، الاهتمام الكبير بتنمية ورفع قدرات الشباب الأفريقي. ودي بالنسبة لنا برضو فرصة طيبة جدا أنه نلتقي بشباب أفارقة من شتى البلدان عشان نعمق التواصل وعشان نحقق الوحدة المنشودة اللي كانوا قاموا بها رجال عظام. وأنا هنا في مصر، أنا بدرس هنا في مصر بجامعة الأزهر الشريف وبالدراسات العليا. كاتحاد أفريقي فخورين جدا إنه مصر يعني اتجهت يعني على إنشاء علاقات قوية بين دول القارة، وفي ظل رئاستها وتوجهات الآن إن هي يعني بتحاول إنه تقرب الأفارقة من بعض، واستضافت عدة مؤتمرات هنا في مصر. وإنما الآن بدأنا يعني الآن دخلنا في العمل الجاد من خلال أولا اعتماد الاتفاقية، توقيع الاتفاقية نتاع إرساء وإنشاء منطقة تبادل الحر القارية الإفريقية، هذه حتى تفتح الحدود القطرية ما بين الدول الإفريقية، وتيسير المبادلات التجارية والبضائع والسلع والخدمات فيما بعد في مرحلة قادمة. وكذلك وهذا ما تنجم ندير حرية التنقل، منطقة تبادل الحر، يعني رفع الحدود الجمركية في وجه مثلا حرية تنقل البضائع والسلع، إلا إذا كان رافقتها بحرية تنقل المواطنين، هذا بالأساس. ومن هنا تأتي القرار الآخر، الهدف المفروض أكثرها هو السياسي. إذا كانت عبارة هنا القاهرة هي العبارة الأولى التي انطلقت من ميكروفون الإذاعة إلى أسماع الجماهير، فقد أدركت القيادة السياسية المصرية ما لذلك الفيض المتدفق عبر الميكروفون من أهمية، فكانت نشأة الإذاعة موجهة إلى القارة الإفريقية، فإفريقيا الناطقة بلغاتها المحلية إلى جانب اللغات الفرنسية والإنجليزية كانت وسيلة التواصل عبر ميكروفون الإذاعة بين مصر وأبناء القارة الإفريقية. الإذاعات الموجهة هي إذاعات عابرة للقارات وعابرة للحدود، وهي في الوقت الحالي 35 محطة إذاعية تبث ب 23 لغة لمختلف أنحاء العالم. انشأت سنة 53 في بداية ثورة يوليو. كان الهدف منها الوصول إلى جميع أنحاء العالم ومخاطبة الآخر بلغته. مع بداية ظهور حركة عدم الانحياز ظهرت أول محطة هي البرنامج الإندونيسي، عشان كان في تعاون وثيق بين مصر وإندونيسيا في ذلك الوقت. والمحطة باللغة العربية، محطة إذاعية باللغة العربية لمنطقة جنوب شرق آسيا، ومحطة باللغة الإنجليزية. في مارس سنة 1954 انطلقت المحطة السواحلية، البرنامج السواحلي من القاهرة لمخاطبة دول حوض النيل، وهي دي اللغة السائدة في هذه المنطقة. وبعد كده توالت المحطات المختلفة بلغات مختلفة، اللغة الأمهرية لإثيوبيا، اللغة الهوسة لغرب أفريقيا. الثورة واهتمامها بحركات التحرر على مستوى العالم ودعم الدول المستعمرة، فكان ضرورة حتمية أن تنشأ هذه الشبكة لمساعدة الدول الأفريقية الوليدة المتحررة حديثاً وغير المتحررة لتساعدها على التحرر والتعلم والثقافة والعلم زي ما ذكرت لحضرتك. فبالتالي كانت رؤية ثاقبة من صناع الثورة أهمية أفريقيا بالنسبة لمصر، فبدأ بث شبكة الإذاعات الموجهة في هذا التوقيت،
ولم يشمل أفريقيا فقط، العالم كله يمكن، يعني في إذاعات للأمريكتين، في الآسيا، في الأوروبا، ولكن أفريقيا بالتحديد نالت قسطا كبيرا ورفيعا من الاهتمام من صناع الثورة ومن تلاهم في الجمهوريات التالية في مصر. كانوا عايزين المذيع فأعلنوا، وأنا في ساعتها كنت طالب في الجامعة آخر السنة، فقدمت الطلب وجئت، وكان في اختبار ترجمة يعني كتابة، وبعد كده اختبار شفهي. بعد ما بيتم تدريبهم بنرسلهم لمعهد الإذاعيين، بياخدوا دورة المذيع الشامل، التعرف على الأشكال والبرامج وألوانها وما إلى ذلك. فبعد كده بيتم إرساله للشارع لكي يحتك مع الجاليات والسفراء وما إلى ذلك، ويعمل لقاءات حوارية، وبيتم تدريبه على كل الأشكال البرامجية السياسية الدينية الثقافية الرياضية الاقتصادية، وبيتم توعيته توعية شاملة. بيأخذ في تدريبه ما بين 3 إلى 4 أشهر. نحن بنذيع برامجنا أو بعض البرامج اللي هي المهمة لمنطقتنا على الهواء، والإذاعة أصلا لها شبكة على الإنترنت على الهواء، بيسمعونا بيردوا لنا الخبر، السلبيات الإيجابيات، البرامج اللي احنا نتأكد عليها أو الأغاني اللي هم عايزينها، لأنه احنا هنا بنذيع أغاني قديمة بالعفري، بنذيع لهم البرامج والأغاني، بنهتم جدا في البرامج بمساعدة إدارة الإذاعات الموجهة والمذيعين برضه. أول حاجة الساعة بتدق، وبعد كده بنقول it's exactly 1800 hours Cairo local time, that's 1600 hours Greenwich mean time. بعد كده اللحن المميز للمحطة، وبعد كده ببدأ أقدم المحطة باسمها. Ladies and gentlemen, this is the voice of Africa from Radio Cairo, transmitting on a frequency 15345 kHz, 19 meter bands. With you on air. ببدأ أقدم المهندس اللي معايا على الفترة، زميلي في المحطة، وبعد كده بقدم نفسي، وبنبدأ عرض البرامج، وبعد كده بنشتغل. نانك حساتن توبكوي اللي أنا نانك اللي نجسيني داعي مسحسك أساكي هيرونا لوينا ما مسري أمونا هبا جفت عبد الفتاح أسيسي بيلاروسيا بارو أبوه ينقفني كيني هرسي أدهاي توكل إكادوك أنقارا ولي اللي بيلاروسيا أمونا هباكي برلمان مجلسي هدفينا كيني. زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح أسيسي لبيلاروسيا غدا إن شاء الله يوم الثلاثاء. wararka caalamka dhegaystayaal ku soo dhawaada al-Azhar Shariif ayaa waxay cambaaraysay weerarka ay ku qaaday ururka xabjirka al-shabaab al-mujaahidiin xarunta qaramada midoobay ee ku taal magaalada Muqdisho, halkaas oo dhaawac ka soo gaaray 3 ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay. ururka khariijinta Azhar ayaa wuxuu sheegay in islaamku yahay diin ku dhisan dhexdhexaad iyo ilaalinta nafta bini'aadamka, taasoo xarimaysa in qof bini'aadam la dilo. weerarka ayaa waxaa sheegtay ururka xabjirka al-shabaab al-mujaahidiin ee ka dhacay dalka Soomaaliya. هذا خبر يتحدث عن الحادث يعني قامت هجوم إرهابي قامت حركة الشباب المجاهدين في عاصمة المقدشو في مقر الأمم المتحدة في المقدشو. عندنا المستمعين الذين نتواصل معهم بشكل يومي يعني حوالي 35,000 من خلال الفيسبوك. أما المستمعون الذين يتابعون البرامج من خلال موجات FM، نحن ليس لدينا عدد، ولكن دائما هم بيتواصلوا معنا بالأسئلة من خلال الفيسبوك. وقدمنا دراما واحد رمضانية وأذيع في هذه السنة، حكاية عن حياة المسلم مع المسلم أو المسلم مع غير المسلم. نحن كنا 6 أنفار، يعني أنا من تنزانيا، وكان في مسافر من بوروندي، ورمضان من كينيا، وباقي الزملاء 3 زملاء، وحسام مصري، وباقي الزملاء من تنزانيا برضه، وكنا نمثل أدوار مختلفة.